مريم العذراء باب السماء. يقول الإنجيل المقدس: صار الله كلمة قبل أن تصير الكلمة جسداً وأسراراً وكنيسة. فنحن نؤمن بأن كلمة الله المعلنة بالأنبياء والمسيح والرسل والأسرار والكنيسة توفر لنا ما يلزم لكي نشترك في ملكوت الله. لقد أوحت القديسة مريم نفسها إلى القديسة بريجيتا قائلة: إني أم جميع الذين يريدون أن أفتح لهم باب السماء. وقال القديس بوناورتوس: إن العذراء تظهر للأنفس المعذبة في المطهر لتقويها على احتمال عذاباتها. وقال القديس برناردوس: إن البتولة لها أن تخلص الأنفس من المطهر بصلواتها واستحقاقاتها. فالقديسة مريم بشفاعتها تستطيع إنقاذنا من عذاب المطهر وتفتح لنا باب السماء إذا كنا أوفياء لوصية الله الآب. إكرام: في وسع الإنسان أن يكون قديساً عظيماً وهو لا يأتي إلا بأعمال عادية، شرط أن يعملها بطريقة إيمانية. فأغلب البشر لا يهتمون بما يعملون إلا لأنهم ملزمون به، وقلما يفعلون إرضاء لله ما يطلبه منهم. أما أنت فبواسطة اتحادك بالرب اعلم أن أعمالك وإن كانت صغيرة سترتفع إلى حيث الرب يشاء. نافذة: يا باب السماء ادعي لنا. يا باب السماء ادعي لنا. يا باب السماء ادعي لنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نصلي أبانا عن نية هذه المدينة بغدادة وعن نيات أهلها حتى الله يحفظهم. أوندي لبشمم قد شيل شمو خثيا شلطانو ثو خاوش بانو ضغدي لبشمم فورخ طيات. ونصلي عن نيات ومن أجل العراق، حكومة العراق وهذا البلد لكي ما يحفظه الرب. وندي لبشمم قد شيل شم ونصلي من أجل الرئاسات الكنسية، البابا والبطاركة والمطارين وخصوصا أبرشيتنا، حتى الله ينطي الحكمة في تدبير الكنيسة. آوندي لبشمم قد شيل شمو ونطلب الرحمة من الله حتى يغفر خطايانا، ونقول فعل الندامة: يا إلهي أنا بعد عدل ورحمة، أنا خاطئ بلا قانون، ما باختياسي ما دبقوهن كم هاي كم حافظ هايو فوري يا فوري يا
هلا أسرار الفرح. أيتها العذراء القديسة مريم سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي 5 أسرار الفرح متأملين معك في سر طفولة ربنا يسوع، ونسألك أن تباركينا لنحيا وننمو نظيره في حماك، فنجد الفرح الحقيقي وننقله إلى جميع إخوتنا وأخواتنا. آمين. السر الأول البشارة. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. ثمرة هذا السر الطاعة المتواضعة في الإيمان. لنصلي مرة أبانا و10 مرات السلام وثم المجد وثم الصلاة التي علمتها السيدة العذراء للأطفال ال3 في فاطمة. مريم لا يخدع عبارا منا وراقيا بشم الخيل ثمر الكاسة في شوق جمال الأخ مريم لا يخدع عبارا منا وراقيا بشم الخيل ثمر الكاسة في شوق شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها خيط مرتنامين شلما الأخ مريم لا يخنع معمارا منا وراح طيب بن شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها شمال الأخ مريم لا يخنع معمارا منا براخ طيب بن شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها بشيخ مرتنامين شمال الأخ مريم لا يخنع معمارا منا براخ طيب بن شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها بشيخ مرتنامين شمال الأخ مريم لا يخنع معمارا منا براخ طيب من شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها بشيخ مرتنامين مريم لا يخنع معمارا منا براخ طيب بن شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق مريم مدانا صارت بدانا نحمي خطية لها بشيخ مرتنامين شمال الأخ مريم لا يخنع معمارا منا براخ طيب بن شنبر خيلي ثمرة كاسة في شوق لا صارت أخني خطية لها بشيخ مرتنامين. السر الثاني الزيارة. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك إليصابات وهي حبلى في شيخوختها. ثمرة هذا السر خدمة الإخوة بتواضع وتسبيح. مسناق اليوم بيومه فور اختيافا كلهينا تغفيرا تعديان لينا نورد من تجربة إلا خالصا سطانا ساعدين اختيار شطا ذا قوة جدا بدك دينامي يا مريم لا ينام غارا منا وراك كيا من جنب الخير ثمرت كاسة في شوق استدعى مريم لدى الله
خطية داها وشيخ المثناني استتان مريم نداها صالح بدل نخني خطية داها وشيخ المثناني. السر الثالث ميلاد يسوع. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع مخلصنا في مغارة بيت لحم. ثمرة هذا السر بساطة القلب. أواندي لبشم قتشيل شم شلاما الأخ مريم لا يخنع ممارا منا وراح طيب بشم بالخيل ثمرة كاسة خيشو ستان مريم مدالا صالح بدالا نخني خطية داها شيخ المثناني. السر الرابع التقدمة إلى الهيكل. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت يسوع على يد سمعان الشيخ إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة ونقاوة القلب. هل الأخ مسنقا يوم بيوم فوق قياسا نهينا تغفيرا من عدينا لمولت لن تجربة إلا خالصا مسطانا سديد خلاش القانون طوى مجدة لبت لك دينامي ستان مريم مدالا صالح بدالا نخني خطية داها بشيخ المثناني. ستان مريم مدالا صالح بدالا نخني خطية داها بشيخ المثناني. السر الخامس يسوع في الهيكل. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحت لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسألهم ويجيبهم. ثمرة هذا السر البحث عن الرب وعن مشيئته. بختام شهر المريمي اتلن هذه عادة انه دوذخ احتفال رابع خاصة مسيرة بأيقونة العذراء وتمثال العذراء وبتراتيل وصلوث مذبحة وردية مقدشة اختير لأنه كل الشعب دلها كراخش وبسيمة لكراخش مريم عذراء كرخشة منن بعد يرخح قديشة دكم خط مخلب هذه صلوثة بسخوثة لداناشي خاصة مقاسمة صلوثة وأيضا مقاسمة إخالة وأذام تقليد ديدني له أخك ودخله حتى دم شركخ غذاء الروحي دي لصلوثة وغذاء الجسدي دينا خالة عادي متطوعين حيلنا طبعا يكشكر خلاها إيتا بخيري له كلنا كم صالة مريم عذراء حتى تحفظ هذه ماثا تحفظ عراق ديدا وتحفظ كل هذا المام كل حروب وكل بغض أهي جمعالا لأن يا لحيخ وأيك شو قالا منح يا لدألاها ومارني شو عمشي حادي لإبرح